يا مساء الحلويات على احلى اخوات في الدنيا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديده في القناه تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انتوا عارفين ان انا بشارك يومه بكل تفاصيله معاكم. النهارده نبدا اليوم بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، صلاه تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. يا رب فرج هم كل مهموم، مجد الدين عن المدينين، قول اللهم امين. روتين كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. يلا نبدأ كده اليوم بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لو عندك شوية مواعين عايزين يتغسلوا يلا قومي اغسليهم، عندك شوية غسيل عايزين يتنشروا يلا قومي كده انشريهم. يلا قومي خدي قطعة من النشاط وكده، وشوفي لو وراكي أي حاجة اعمليها. كنت هعمل غدا دلوقتي، فقلت بقى قبل ما اعمل الغدا كده كان عندي كام حاجه في الحوض. فقلت قبل ما اعمل الغدا علشان ابقى عامله الغدا كده بروجان وما ورايش اي كركب ولا الحوض فيه حاجات، مش هيبقى فيه مثلا غير حاجات الغدا اللي هعملها. فقلت بقى كده اظبط الحوض، وعشان بما ان انا بقى هعمل معاكم سمك، فالسمك طبعا يعني بيعمل زفاره، فما ينفعش اعمل مواعين السمك على المواعين دي. فقلت ايه، ابدا كده. انا بحب ادخل المطبخ صراحه وهو نظيف وما يكونش فيه اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى فيه كراكيب يعني كتير وكده. فقلت انضف الحوض في الاول قبل ما ابدا في الاكل بتاعي، علشان ابدا كده بروجان واعمل الاكل بمزاج عالي. فقلت يلا بقى كده اشجعك، ولو وراكي اي حاجه تقومي تعمليها. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. ما تنسيش لو انت جديدة في القناة تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبتك الفيديوهات بتاعتي يلا كده اعملي لي اشتراك بسرعة، ويلا حط اللايك بتاعك لو انت وصلت لغاية الجزء ده من الفيديو ولسه ما عملتيش لايك. يلا اعملي لي كده لايك حلو وكومنت جمر زيك، عشان انا بستنى الكومنتات بتاعتكم الحلوة. وبفرح جدا لما حد بيكتب لي كومنت حلو وببقى مبسوطة. ربنا يفرحكم ويسعدكم ويديكم كل ما تتمنوا يا رب العالمين، ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. ويا ربي بصوا ينجح كل الطلبة. الأيام اللي جاية كلها أيام يعني امتحانات كده ودراسة، فالطلبة بيبقى محتاجين للدعوات بتاعتنا الحلوة. ف ربنا ينجح كل الطلبة يا رب العالمين. اكيد كل ست بيت بتحب ان المطبخ بتاعها يكون رايق ونظيف وما فيهوش اي حاجه. بس عموما المطبخ ما بيخلصش من كل التفاصيل بتاعته اللي بتبقى موجوده فيه، يعني ما بتطلعيش منه طول اليوم. يعني ايه، يمكن بنعيش فيه اكتر ما بنعيش في باقي الشقه. طبعا بنعمل فطار غدا عشاء، فما بنقعدش. بعد كده بقى النهارده كنت هعمل اللهم صل على سيدنا محمد، كنت هعمل سمك مكاريل. صراحة كنت جايباه بقالي فترة وعايزة اعمله، فقررت بقى خلاص النهارده ان احنا هنعمل السمك. بصوا تقولولي بتعشق ايه، بعشق السمك المكاريل، وبعشق الطريقة اللي انا بعمله بيها دي. بصوا كل اللي بيجرب الطريقة دي بتعجبه جدا، ما شاء الله طريقة حلوة جدا. فالمفروض كنت طلعته من بدري من التلاجة. فطلعته بقى ايه بعد ما خلصت، اللهم صل على سيدنا محمد، بعد ما خلصت المواعين. فكان صعب معايا شوية في التقطيع. هو عموما اصلا بيبقى متلج فكان عايز يتحط من قبليها في ميه. فحطيته بقى ايه، طلعتهم كده حطيتهم في الميه، وانا بنضفهم بحوش الزعانف بتاعتهم. وبعد كده بروح قطع اللي هو الجزء اللي فيه الراس ده. انا يعني بقطع الراس كده خالص، وبفتح اللي هي الناحية بتاعة البطن كده بالمقص. صراحة متلج جدا، وبيبقى ايه عايز يطلع قبليها بشوية قبل ما تبدأ ان انت تعمليه، تبدأ ان انت ايه تطلعيه. بس صراحة الطعم والخلطة اللي هنعملها بتاعته النهاردة جبارة، ما شاء الله. تحفة تحفة تحفة. كل اللي هيجرب الخلطة دي او يكون هو اصلا بيعملها زي الطريقة دي اكيد يعني عارف. لو انت بتعمل نفس الطريقة هتبقي عارفة الطعم بيبقى عامل ازاي وتحفة. فاليوم اللي بيبقى بقى فيه سمك ده بيبقى ايه، لازم يكون المطبخ بتاعي نظيف عشان ما زفرش كل الدنيا. وهو صراحة ما بيزفرليش احسن حاجة فيه، بس ان احنا بعد ما بنضفه كده بيبقى خلاص كل حاجة كده خلصت، وبقى بعمل له التتبيلة بتاعته على طول. بعد بقى ما خلصت تقطيع غسلت كده مكانه بالصابون، مكان الاكياس اللي كانت محطوطة.
وقلت بقى ايه، حطيته هو كده في الميه، صفيت منه الميه، وهبدا ان انا ايه احط له ميه تاني علشان يفك شويه من السجع والتلج اللي هو فيها. وبعدين قلت بقى ايه احصر عليه كده 3 ليمونات. كل ما بتكتر الليمون للسمك يعني هو عشق السمك الليمون، كل ما بتكتروا له الليمون بيبقى طعمه حلو، وفي نفس الوقت ما بيخليش فيه زفاره، ما تحسيش ان في البيت ان انت عامله سمك اصلا، ما بيبقاش فيه ريحه زفاره خالص. انا الطريقه دي ما بحسش ان انا عامله سمك من كتر ما انا بفضل اعصر ليمون عليه. صراحه الليمون حلو جدا للناس يعني اللي مش بتحب زفاره السمك وكده. وبعد ما بتخلصي بتروحي بقى يعني تكوني خلصتي تنظيف المطبخ، بتروحي شويه اريال ودوني، وما تحسيش بقى ان في اي زفاره خالص في البيت. يعني تمسح الارضيه بالاريال والدوني وترش شويه معطر، ولا اكن عملت سمك خالص. عصرت بقى كده عليه الليمون وسبته. انا غسلته مره تاني وعصرت عليه ليمونه تاني غير ال3 ليمونات اللي كنت عصراهم عليه. ودي بقى التوابل: كزبره، شطه، زنجبيل، فلفل اسود، ملح، كزبره مطحونه، 3 قرون من الشطه، راس من الثوم، وليمونتين. وهبدا ان انا كده انزل بيهم كلهم في الكبة بتاعتي مع 3 قرون الشطة. طبعا لو مش بتحبي سبايسي ممكن تستغني خالص عن 3 قرون الشطة دولت، علشان صراحة بيخلوه سبايسي خالص. فانت لو مش بتحبي الحاجة سبايسي فممكن تستغني عنهم. لكن اللهم صل على سيدنا محمد، الليمون بقى لازم تعصر الليمون عليه، علشان عشق السمك زي ما قلت لكم. الليمون كل ما بتكتر الليمون بيديله طعم حلو جدا. وابدا ان انا كده ايه اضربهم، اللهم صل على سيدنا محمد، في الكب. هحوش بقى جزء من الخلطة دي كده على جنب. بعد ما اتضرب اهو حشت جزء، وباجي وسبت جزء تاني، يعني خدت نصهم وسبت نصهم في الكبة. ومعايا 4 حبات كده من الطماطم، هبدأ ان انا اضربهم، بس مش عايزاهم اللي هم يتضربوا ناعم. شايفين انا وطيت الخلاط على الاخر، عايزاهم كده زي المدشوشين او المقطعين على الايد، اكننا مقطعينه حب صغير. يعني مش عايزاها تتضرب ناعم، انا عايزاها كده تبقى مضروبة خشن بالتتبيلة. بتبقى حلوة جدا علشان هنحطها على وش السمك من فوق. هدهن بقى الصينية بالزيت، علشان معايا هنا دلوقتي بصلتين كده كبار، علشان الخلطة اللي بتبقى محطوطة على السمك مع البصل بتبقى جميلة جدا. بتبقى احلى كمان من السمك. الخلطة اللي هي بتبقى البصل والشطة والفلفل دولت مع التتبيلة بقى اللي بنرشها على السمك، والسمك بقى بينزل المية بتاعته كده، بتبقى عاملة طعم حلو جدا. اللي هي التتبيلة اللي بتبقى من تحتيه دي. قطعت البصلتين كده شرايح، وهبدأ ان انا جايبة معايا قرن فلفل. ممكن برضو تكتر او ممكن برضو تستغنى عنه، بس الصراحة قرن الفلفل مش اللي هو حراق، لا بارد كده وحلو. وواحد قرن كده من الشطة. بصوا شطة على الاخر، بصوا ما اقولكوش والله كانت طعمها شطة خالص. بس انا صراحة بحب الحاجة يعني سبايسي. شايفين السمك طبعا غاسلينه ومخلينه كده زي الفل. هنبدأ نحط التتبيلة اللي احنا حشناها في الاول، من جواه ومن بره، من جوه ومن بره. انا عملته قبل كده وانا عند ماما السمك ده معاكم. مخلينه طبعا زي الفل بالليمون وغاسلينه كده، وريحته زي الفل ونضيف. شايفين بقى دي التتبيله اللي ضربناها اللي هي الطماطم. بنبدا كده نحط اللهم صل على سيدنا محمد عليه كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي التتبيله، ونحط كل التتبيله دي عليه بس. وبعدين بقى اللهم صل على سيدنا محمد بندخله بقى ايه الفرن. بيقعد بقى حوالي ساعة ونص او على حسب الفرن بتاعك. انا يعني الفرن بتاعي بيأخر شوية فقلت بقى عقبال ما اسيبه كده يستوي في الفرن، انضف بقى مكان ما الدنيا اتبهدلت معايا، بحطه على ارضية الفرن. قلت بقى ايه حشت كل الحاجات الهيصه اللي كانت على الرخامه، وقلت بقى مكان الزفاره اللي عملتها عشان ما يبقاش فيه اي ريحه زفاره غير الطبقين اللي هناكل فيهم.
قلت بقى ايه انضف الدنيا واخلي الدنيا كده بتلمع معايا، فحشت كل حاجه وجبت شويه صابون مواعين عادي خالص وباللوفه بقى، وقلت ايه ادعك الرخامه كده كويس. ما كان ما بعمل اي حاجه لازم اول باول ايدي في الحاجه كده على طول، عشان تبقى الحاجه بتاعتي بتلمع على طول ونظيفه كده وزي الفل، وتبقى بتبرك. لما تبقى ايدك دايما في الحاجه ما تاخدش منك مجهود ولا اي حاجه. يعني انا بعد ما طلعت من المطبخ ما كانش ورايا اي حاجه غير الطبقين اللي كلت فيهم انا وزوجي، فكان المطبخ بتاعي زي الفل، ولا كني عملت سمك ولا اي حاجه اهو. بعد ما خلصت اهو رجعت الحاجه مكانها. بعد كده بقى الحاجات اللي هي عملت فيها اللهم صل على سيدنا محمد، الحاجات يعني الاطباق اللي كانت مكان السمك طبعا في الاول. يعني لو سبت المواعين اللي هي كانت قبل ما اعمل السمك على المواعين دي كنت هجمع مواعين كتير. فشايفين بتفرق لما بتكوني المطبخ بتاعك نظيف قبل ما بتعمل الاكل و وقبل ما بتعمل الاكل وبعد ما بتعمل الاكل. لكن لما بيبقى عندك مواعين وتعمل على مواعين تانية تلاقي المواعين كلها الموضوع اتكركب عليكي وبقى صعب، وبقيتي متضايقه ان انت تقومي تعملي، وبقيتي كسلانه. عايزاكم تدعولي دعوات حلوة كتير قوي. عارفين انا اول ما اتجوزت كنت بحب المطبخ جدا بقى، وكنت فرحانة بيه، ولغاية دلوقتي الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. بحب المطبخ بتاعي جدا وببقى فرحانة بيه وعايزاه يفضل زي ما انا ما كنت عروسة. فببقى ايه عايزة كل حاجة تفضل جديدة، وعايزة ابقى افضل محافظة عليها. فبحاول على قد ما اقدر ان انا كل شوية انضف في حاجاتي ما اسيبهاش تتبهدل مني علشان ما تبص، علشان احس طول الوقت ان انا لسه متجوزة النهاردة او امبارح. فالحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، طول ما انا محافظة على الحاجة بتاعتي بحس ان دايما ان انا لسه متجوزة قريب. ان شاء الله انتظروا الايام اللي جايه دي، هنعمل مع بعض روتين قوي جدا في المطبخ، علشان الفرن بتاعي من جوه كده حاساه متبهدل، والباب بتاع البوتاجاز عايز يتفك. فبصوا عايزين تنظيفه عميقه من الاخر للمطبخ. يعني انا بروج فيه كل يوم الروتينات العاديه وكده، فلا حاسه ان انا عايزه اعمل روتين عميق. وشجعوني بلايكات كتيره، الناس اللي بتحب الروتينات وكده تكتب لي كومنتات حلوه كتير ولايكات كتير عشان نعمل مع بعض روتينات كمان كتير. روتينات الرغاوي والريحه المنعشه وكل حاجه انتوا حابينها ان شاء الله هنعملها الايام اللي جايه. يلا لو انت وصلت للجزء ده من الفيديو ولسه ما عملتيش لايك، يلا قومي كده اعملي لي لايك بسرعه، عشان هفرح جدا والله العظيم وهتبسط لما الاقيكم عاملين لي لايكات كتيره. طبعا بما ان انا خلصت الزفاره خلاص، ما بقاش فيه يعني حاجه هقطعها على الرخامه ولا كده، هناكل على طول. فقلت بقى ايه احوش الحاجات اللي كانت على الرخامه اللي هي الحاجات دي، عشان ادعك الرخامه كده معايا بالمره. كده خلاص ما بقاش عندي اي مواعين غير الصينيه اللي هي فيها السمك بس، والطبقين زي ما قلت لكم اللي هو هناكل فيهم. فقلت بقى ايه انضف كده الحوض وادعك ودعكه حلوه و والرخامه دي حشت كل بقى حاجه من عليها، ودعكت الحنفيه معايا والسيراميك اللي ورا الحنفيه. بصوا خليت الدنيا بقت اللهم صل على سيدنا محمد، بقت بتبرق كده معايا ومنوره. ومفيش بص كل اللي يدخل عندك مش هيحس ان انت عامله سمك خالص. بس بعد كده كنت بقى عامله سلطه. كنت بشر اللهم صل على سيدنا محمد جزر، وكان عندي كابوتش، وكان عندي وكنت كمان عاملة عليها دي كنت مجهزاها يعني، وطماطميتين وخيار عليها وبقدونس، مفيدة جدا على فكرة وحلوة وصحية. يعني حلوة للناس اللي ما عندهمش مناعة، دي بتقوي المناعة. لازم ناكل كل يوم حاجة لونها يعني يكون بنفسجي واصفر اللي هو الجزر، والبنفسجي اللي هو الكابوتشي، والاخضر اللي هو بيبقى في الفلفل. لازم ناكل الثلاث الوان دولت صحيين، بيقوي جهاز المناعة بتاعنا جدا. وانا حاطه كمان بقدونس عليه، حاطه بقدونس وجزر وخيار وطماطم والكابوتشي وفلفل. شوفوا بقى طاجن السمك ما شاء الله بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة.